السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سنة 1988 حصل حادث تفجير لطائرة ركاب أمريكية فوق أراضي اسكتلندا، اللي أحدث أزمة دبلوماسية بين أمريكا وبريطانيا من جهة ودولة ليبيا من جهة تانية. الحادثة دي اتعرفت في العالم كله بحادث لوكيربي، فيلا بينا نعرف مع بعض إيه هي الحادثة دي وإيه أصلها والمعلومات المتاحة حواليها. في تمام الساعة 6:25 مساء بتوقيت جرينتش من يوم الأربع 21 ديسمبر سنة 1988 أقلعت طائرة الركاب الأمريكية التابعة لشركة بان أمريكان في رحلتها رقم 103 والمتجهة من مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن إلى مطار جون كينيدي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. كان على متن الرحلة دي 259 راكب أغلبهم أمريكيين، وكتير منهم وصل إلى مطار هيثرو قادما من فرانكفورت بألمانيا. وبعد حوالي 35 دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار هيثرو، وبالتحديد الساعة 7:03 مساء، حصل انفجار رهيب في الطائرة البوينج 747 أدى إلى سقوطها وتناثر الحطام والنيران على بلدة لوكيربي التابعة لمدينة ديمفريز وجالوي بإسكتلندا غرب إنجلترا. وإسكتلندا للي مش عارف تابعة للتاج البريطاني يعني المملكة المتحدة، واللي بتضم كمان أيرلندا الشمالية وإنجلترا وويلز. المهم الحطام بتاع الطائرة انتشر على مساحة قدرت ب 845 ميل مربع، كما أحدث حفرة في الأرض بلغت مساحتها 560 متر مكعب، وبلغ وزن المواد التي تضررت من سقوط الطائرة عليها واصطدام الأجنحة بها حوالي 1500 طن. ونتج عن الانفجار الرهيب كرة من اللهب أحرقت 21 منزل وقتلت 11 من السكان، وكانت حصيلة القتلى النهائية 270 قتيل، ولم يتم العثور على أي ناجي في الحادث. ومع انفجار الطائرة وكثرة عدد القتلى تفجرت القضايا والتكهنات والجدل والادعاءات والنظريات، واللي هنحاول نوضح لكم أغلب اللي اتقال وأقربهم للحقيقة. حادثة لوكيربي حصلت في سياق سلسلة طويلة من عمليات العنف والعنف المضاد بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، واللي ترجع بدايتها إلى منتصف ستينيات القرن الماضي. وكان النظام الليبي وقتها بقيادة العقيد معمر القذافي متهم بالتورط في بعض العمليات دي. في أبريل سنة 1984 تم إطلاق الرصاص من داخل مبنى السفارة الليبية في لندن على تظاهرة لمعارضين ليبيين، اللي أدى إلى مقتل شرطية بريطانية تعرف باسم إيفون فليتشر. وفي أبريل برضو سنة 1986 حصل تفجير في ملهى ليلي في برلين بألمانيا يرتاد جنود أمريكيين وقتل فيه عدد منهم. في الشهر نفسه قامت الطائرات الحربية الأمريكية بقصف عدد من المواقع المهمة في طرابلس وبنغازي في ليبيا، واللي أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء. نرجع لتفجير لوكيربي، واللي بعده أثيرت التساؤلات عن مين اللي بيقف وراء الحادث ومين اللي خطط ونفذ عملية بالحجم ده. أصابع الاتهام تنقلت بين عدة جهات، وده وفق منطق حسابات مصالح كل طرف، وخاصة أمريكا بوصفها الطرف المتضرر الأكبر وكمان الطرف الأقوى. تم إلقاء المسؤولية في الأول على منظمة فلسطينية، وبعدين سوريا، ثم إيران، وأخيرا على دولة ليبيا. في المجمل من الأحداث دي يوجد تفسيرين اتنين فقط بيعتبروا هم الأكثر جدية وواقعية، ودول اللي هنتوقف عندهم. أولا إيران. طب ليه إيران؟ أقول لك أنا ليه. أعلن رسميا في تقرير صادر عن المخابرات البريطانية إن عملية تفجير لوكيربي كانت بسبب رغبة إيران في الانتقام لحادث إطلاق السفينة الحربية الأمريكية USS فينسنت لصاروخ موجه بين ظفرين عن طريق الخطأ على طائرة ركاب مدنية تابعة للخطوط الجوية الإيرانية فوق الخليج العربي. الطائرة الإيرانية كانت متوجهة إلى مكة المكرمة بالحجاج الإيرانيين لأداء فريضة الحج، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها من الرجال والنساء والأطفال البالغ عددهم 290 شخص، وده كان في 3 يوليو سنة 1988. ويذكر التقرير المخابراتي البريطاني أن السلطات الإيرانية رصدت 10 ملايين دولار لتمويل عملية التفجير،
وكمان أفادت تقارير إسرائيلية إلى أن اجتماعات مكثفة تم عقدها قبل التفجير بشهور في بيروت بين مسؤولين إيرانيين وفلسطينيين تابعين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واللي تعتبر سوريا هي بلد المنشأ للجبهة دي، ده غير قرب النظام السوري من النظام الإيراني. وأفاد التقرير كمان أن الشرطة الألمانية أوقفت مجموعة عربية في مدينة فرانكفورت قبل حادث التفجير بحوالي شهرين، وكان منهم حافظ الدلقموني العضو البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكمان الأردني مروان خريسات اللي ضبط معاه جهاز تسجيل زي الجهاز اللي استخدم في زرع القنبلة على الطائرة المنكوبة في حادث لوكربي، وهو ما استدل به بعد ذلك على احتمال قيام المجموعة دي بمباشرة عملية تفجير الطائرة. في أوائل سنة 1997 ذكر مسؤول رفيع في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لمجلة فوكس الألمانية أن الوكالة كانت على علم بأن الجبهة الشعبية تقف خلف انفجار لوكربي، وأكد أن الرئيس جورج بوش الأب لم يشأ أن يوبخ سوريا على تحركات الجبهة الشعبية المنتمية لأراضيها لعدم التأثير على رؤيته لإدارة التسوية في الشرق الأوسط. في 11 مارس سنة 2014 كشف فيلم وثائقي أنتجته شبكة قنوات الجزيرة عن شهادات ووثائق من بينها برقيات للمخابرات العسكرية الأمريكية وشهادات لمحققين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بالقضية تشير إلى أن إيران هي التي كلفت الجبهة الشعبية بإسقاط طائرة لوكربي، وده ردا على قيام أمريكا بإسقاط طائرة الحجاج الإيرانية، وتفيد بأن القنبلة تم زرعها في الطائرة المنكوبة بمطار هيثرو في لندن. نيجي بقى لثانيا ليبيا، حيث يربط التفسير ده حادث لوكربي بليبيا وسياستها في الفترة دي. نظام القذافي كان بيدعم الحركات الانفصالية الراديكالية في كل أنحاء العالم، بدءا من أوروبا حيث تمويل الجيش الجمهوري الأيرلندي ومنظمة إيتا الانفصالية بأسبانيا وعموم حركات التحرر والانفصال في أفريقيا، إضافة إلى المنظمات الفلسطينية المسلحة. وكانت بداية الأعمال الليبية ضد أمريكا في سنة 1986، حيث قامت عناصر من المخابرات الليبية، وده حسب الاتهام الأمريكي، بتفجير الملهى الليلي لابيل في برلين بألمانيا، مستهدفة اغتيال شخصية أمريكية عسكرية رفيعة المستوى. بعدها قامت واشنطن بقصف العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي اللي أسفر عن ضحايا من المدنيين الأبرياء، وده بحسب تقارير مخابراتية غربية هو الدافع لقيام دولة ليبيا بتفجير طائرة بان أمريكان رقم 103 للانتقام من الأمريكيين. وتشير تقارير المخابرات الغربية إلى أن المخابرات الليبية وثقت تعاونها مع جهاز المخابرات الألماني الشرقي اللي زودها بمعدات صناعة قنابل من نفس القنبلة اللي استخدمت في تفجير لوكربي. وبكده ارتبطت هذه الرواية بعاملين لمخابرات نظام القذافي كانوا بيعملوا في مطار فرانكفورت بألمانيا متخفيين تحت إحدى شركات الطيران الليبية، واللي قاموا بدورهم بزرع القنبلة داخل جهاز تسجيل ومباشرة تهريبها إلى طائرة بان أمريكان الرحلة 103. في بعض التصريحات لمحققين ألمان بتفيد بأن إيران هي اللي أمرت بتفجير طائرة بان أمريكان، وإن أبو القاسم مصباحي وهو أحد مؤسسي وكالة المخابرات الإيرانية أبلغ وزير الخارجية الإيراني وقتها علي أكبر ولاياتي بضرورة التنسيق مع ليبيا وجبهة التحرير الفلسطينية لضرب إحدى الرحلات المدنية الجوية الأمريكية. دول كانوا أبرز وجهتين نظر لأغلب وكالات الاستخبارات العالمية حول تفجير طائرة لوكربي. التحريات الأمريكية والبريطانية بشأن الحادث ما قدرتش توجه اتهام لإيران مباشرة، وده لعدم توفر أدلة ملموسة، لكن تم اتهام ليبيا بالحادث لوجود بعض الأدلة اللي اعتمدوا عليها زي عاملين المخابرات الليبيين المتخفيين تحت مظلة العمل في شركة الطيران الليبية في فرانكفورت بألمانيا. تم توجيه الاتهام الرسمي للنظام الليبي في أواخر سنة 1990، وطالبت أمريكا الحكومة الليبية بتسليم 2 مسؤولين. الاتنين المسؤولين هم الأمين خليفة فحيمة وهو موظف سابق في الخطوط الجوية الليبية، وعبد الباسط علي محمد المقرحي وهو أيضا موظف سابق في الخطوط الجوية الليبية،
واللي هم أصلا عملاء في المخابرات الليبية طبقا للتحقيقات والادعاء الاسكتلندي اللي أصدر أمر بالقبض عليهم في 13 نوفمبر سنة 1991. رفض العقيد معمر القذافي رئيس ليبيا وقتها تسليم المشتبه فيهم، واتهم أمريكا وبريطانيا بالتواطؤ من أجل القضاء على الثورة الليبية العالمية لتحرير الشعوب والقضاء على الرأسمالية والإمبريالية. كان من نتائج الرفض ده إصدار مجلس الأمن القرارين رقم 731 و 748 في يناير ومارس سنة 1992، مطالبا السلطات الليبية باعتقال المشتبه بيهم وتسليمهم للمحاكمة في اسكتلندا، وتحمل ليبيا المسؤولية عن الحادث ودفع تعويضات لأهالي الضحايا والتعاون في التحقيقات والمساعدة في مكافحة الإرهاب. ومع استمرار رفض ليبيا لقرارات مجلس الأمن وتمسكها بأن المسألة سياسية والمستهدف هو النظام الليبي، تم فرض حصار اقتصادي وسياسي على ليبيا تضمن حظر الطيران من وإلى ليبيا ومنع استيراد قطع غيار الطائرات. أدى حصار ليبيا إلى ارتفاع نسبة البطالة في البلاد وخسائر اقتصادية قدرت بحوالي 24 مليار دولار في الفترة من سنة 1992 إلى سنة 1998، واللي خفف من تأثيرها على الحياة في ليبيا هو استثناء النفط الليبي واللي بيمثل 90% من الصادرات من العقوبات. واستثناء النفط من العقوبات ما كانش علشان خاطر عيون الشعب الليبي، ده علشان الضغوط الأوروبية على مجلس الأمن وأمريكا لاستثناء النفط والغاز اللي بتعتمد عليه غالبية دول أوروبا في سد احتياجاتهم للصناعة والتدفئة. بعد 10 سنين وتحديدا سنة 1998 وافقت دولة ليبيا بوساطة سعودية وجنوب إفريقية بقيادة المناضل نيلسون مانديلا، واللي كان وقتها رئيس لجنوب إفريقيا، وافقت على تسليم المشتبه بيهم في حيمة والمقرحي، وده مقابل تعليق العقوبات الدولية المفروضة على الشعب الليبي، وأن تكون المحاكمة في أرض محايدة لا أمريكية ولا بريطانية. في 5 أبريل سنة 1999 بدأت محاكمة المسؤولين الليبيين في حيمة والمقرحي في هولندا، واستمرت لمدة 2 سنين. وفي نفس الوقت أصدر مجلس الأمن القرار 1192 بتعليق العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا. وفي 31 يناير سنة 2001 صدر الحكم النهائي في المحاكمة بتبرئة الأمين خليفة فحيمة والإفراج عنه، وبالسجن المؤبد لعبد الباسط المقرحي باعتباره المسؤول عن تفجير الطائرة المنكوبة، وتم سجنه بعد تأييد الحكم في الاستئناف الصادر يوم 14 مارس سنة 2002 في سجن برليني في جلاسكو بإسكتلندا. اعتمدت المحكمة في إدانة المقرحي على شهادة ألماني يدعى إدوين بوليير اللي ادعى إنه باع متفجرات للمسؤولين الليبيين، وكمان صاحب متجر ملابس في مالطا يدعى توني جوتشي قال إن المقرحي اشترى منه ملابس من متجره سنة 1988 رغم إنه ما شافهوش غير مرة واحدة، واللي وجدت بقايا من الملابس دي وسط حطام الطائرة وتحديدا في حقيبة المتفجرات. في 15 أغسطس سنة 2003 وبعد تخلي النظام الليبي عن برنامجه النووي بضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن العقيد معمر القذافي مسؤولية الدولة الليبية عن حادث لوكيربي وقبول تعويض الضحايا، وقد نصت صفقة التسوية على أن تدفع ليبيا لضحايا الطائرة تعويضات مالية بلغت 2.7 مليار دولار، وده بمعدل 10 ملايين دولار لكل ضحية. في كتير من المراقبين والمسؤولين السياسيين ومنهم منسق فريق الدفاع الليبي في قضية لوكيربي إبراهيم الجويل بيشوفوا إن القيادة الليبية وقعت في فخ الاعتراف وتحمل مسؤولية الحادث برغم عدم ثبوت الجناية أمام قضاء محايد على ليبيا كدولة، وكان الأولى قبول التعويض للضحايا دون الاعتراف بالمسؤولية الجنائية عن الحادث. وزير الخارجية وقتها الليبي عبد الرحمن شلجم قال إن السلطات الليبية اعتبرت أن دفع التعويضات خدمة للمصالح الوطنية لأنها تعتبر شراء لرفع العقوبات الدولية عن البلاد، واللي بتخسر ليبيا بسببها سنويا ما يزيد عن إجمالي مبلغ التعويضات. في 20 أغسطس سنة 2009
تم الإفراج الصحي عن المقرحي وده لظروف مرضه ولأسباب إنسانية، وعاد إلى وطنه ليبيا واستقبله القذافي استقبال الأبطال. وفي 20 مايو سنة 2012 توفى المقرحي بعد معاناة مع المرض. وبوفاة المقرحي المدان الوحيد في قضية لوكيربي، اعتبرت اسكتلندا أن الوفاة هي بمثابة نهاية فصل في القضية، لكنها لا تغلق الملف بالكامل، موضحة أنها ما زالت تعتقد أن المقرحي لم يتصرف في الحادث بمفرده، وإنه كان هناك أيادي خفية هي التي حركت العملية برمتها. ده كان شرح مبسط لوجهات النظر المختلفة لقضية سقوط طائرة بان أمريكان الرحلة رقم 103 والمعروفة عالميا بحادث لوكيربي. حاولنا نجمع لكم فيه أكبر قدر من المعلومات من جهات موثوقة توضح أبعاد القضية من جميع النواحي الاقتصادية والإنسانية والسياسية، وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو أو أضاف لك معلومة جديدة حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وسلام عليكم.